مساء الخير عليكم، اخباركم عاملين ايه؟ النهارده هنتكلم في موضوع مهم جدا. تمام، بس قبل ما اتكلم في الموضوع المهم جدا عايزه اقول جزئيه داخل الموضوع برضو تخص الموضوع. مين مهاب ياسر؟ مين مهاب ياسر؟ وهل هو كريستيانو؟ لا. هل هو ميسي؟ لا. امبابي؟ لا. مين مهاب ياسر ده بجد؟ مين مهاب ياسر؟ مين مهاب ياسر؟ علشان ابقى بلاعب فرقه المفروض ادخل فيها بالميت 5-6 جوان، فالباشا ما عملش اي حاجه في الملعب، فلما اتبدل كان رد فعله انه مسك تيشيرت الزمالك ورماه على الارض. فمين مهاب ياسر؟ ويجي البي ينزل ستوري لما الدنيا تقوم عليه على السوشيال ميديا ويقول لك والله انا دي نرفزه ملعب، انا كنت برمي الميه ورميت حاجات كتير وما اعرفش ايه. عايزين تفهموا براحتكم، مش عايزين تفهموا براحتكم، اخبطوا دماغكم في الحيط، يعني ده بين قوسين كده، اخبطوا دماغكم في الحيط، يعني اللي هي فيما معناها. فمين مهاب ياسر؟ علشان ما يعرفش قيمه نادي الزمالك وما يعرفش قيمه تيشيرت نادي الزمالك. فارجو من الاخ مهاب ياسر اللي ما بيقدمش ولا ياخر عندي في الزمالك غير ان هو بياخد فلوس، ما اعرفش مين جايبه، ما اعرفش مين جايبه، لعيب ما اعرفش، ما حدش يعرفه ب3 جنيه، ما حدش كان يسمع عنه في طبق اليوم، بقى ليه قيمه ولازمه لما لبس تيشيرت نادي الزمالك، ولما نادي الزمالك بص عليه وقال له تعالى يا ابني العب عندي البس التيشيرت ده. فالباشا بقى كريستيانو، افتكر نفسه كريستيانو، فبقى بيرمي بقى تيشيرتات على الارض كريستيانو نفسه ما بيعملهاش. فالواد ده يا ينزل عليه عقوبه كبيره يفهم منها معنى نادي الزمالك ومعنى تيشيرت نادي الزمالك، عقوبه تعوره زي ما انا كده كجمهور بتحمل ان انا بقعد ما اعملش صفقات واتبهدل والعب باشباه لعيبه عشان خاطر النوع زي ده ياخد فلوسه. فالواد ده ينزل عقوبه عليه تعوره، يا اما يتكل على الله مع الف سلامه، وانا عن نفسي ارجح الحل التاني، يتكل على الله مع السلامه. نيجي للاخ زياد كمال. انا عايزه اعرف مين على ما سمعت انه في بند من بنود زياد كمال ان هو لو جاب جول ما اعرفش ايه، او جاب بطوله هيحصل ايه والنادي بتاعه هياخد ايه وما اعرفش، قصه كده. فانا عايزه اعرف مين اللي كتب البند ده، مين اللي كتب البند ده، وتنزلنا نيه عن البند ده في مقابل هذا اللاعب، في مقابل هذا الزياد. ماذا قدم لي زياد كمال؟ لا اعلم والله العظيم. انتوا شايفين حاجه انا مش شايفاها تقريبا، و80% مننا مش شايفينها، فانا عايزه اعرف انتوا شايفين ايه. الاستاذ زياد كمال اللي اخفق امبارح، وكان من ضمن الاسباب، لان في عده اسباب اولهم الاداره، ولكن خليني اركز دلوقتي مع زياد، الاداره جايه نصيبها. زياد كمال اللي اخفق امبارح، الاستاذ اتسرب امبارح دعوه فرحه اللي هي ميعادها يوم السبت، اللي هو كان المفروض يبقى ماتش الاسماعيلي. فهل بقى الباشا كان بيطلعنا عن قصد عشان عنده فرح فنخلص وهو مش فاضي فعنده فرح، ولا عن غير عمد؟ لازم يتحقق مع زياد في الحاله دي، لازم يتحقق مع زياد، ما فيهاش ان صح ان فرح زياد يوم السبت اللي هو كان المفروض ماتش الزمالك والاسماعيلي، وهو كان من احد الاسباب اللي احنا خرجنا بسببها، اذا لازم يتحقق مع زياد كمال. ندخل على اللي بعده، وما ادراك بقى اللي بعده. قبل كده عملت فيديو وقلت فيه ان جوزيه جوميز لا يصلح للزمالك. كل الناس قعدت تقول لي، او بعض الناس، ما تخلينيش اجمع، بعض الناس قعدت تقول لي لا جوزيه ده جامد جدا، ولكن انتوا ما تعرفوش وما تعرفوش السي في بتاعه، هي مشكلته الوحيده ان هو ما عندوش لعيبه تساعد، ما عندوش عبد الله السعيد، ما عندوش ناصر ماهر، ما عندوش احمد حمدي، ما عندوش شيكا، ما عندوش زيزو، ما عندوش شحاته، ما عندوش فتوح، ما عندوش اي حاجه. اللعيبه دي كلها ما تعملش حاجه اذا انت فرقتك فاضيه، لو انت بتفكر بالمنطق ده. فقلت وقتها يا جماعه ما فيش مدرب السي في بتاعه قوي، بعيدا بقى عن مساله اللعيبه، ياخد وقت على ما يطبق على اللعيبه بالشكل الطويل جدا ده. احنا داخلين في سنه جوزيه جوميز لسه بيفهم اللعيبه ولسه بيطبق عليها ولسه بيشوف قدراتهم، اللي هو المدير الفني الذكي اللي السي في بتاعه قوي في لحظه يقدر يلقطها ويقدر يعرف مين اللي يستغنى عنه ومين اللي يخليه. نيجي بقى للمبدا الثاني بتاع جوميز، مبدا اريح اللعيبه المستريحه. يعني انا عندي لعيبه اصلا ما لعبتش في الكونفدراليه خلاص، فقال لك اصل انا هلاعبهم في الدوري. تمام، لعبت في الدوري، لا انا ريحتهم في الدوري. ليه؟ اصل انا ما بنافسش على الدوري فانا ريحتهم. طب في الكاس هاتهم لي بقى، هات لي بطوله، لا انا هريحهم برده في الكاس عشان انا بجهز للسوبر. طب انت ضامن تكسب السوبر؟ لا انا مش ضامن اكسب السوبر، بس انا ماشي بمبدا ريح عشان تستريح.
وبنزيد بقى البلاطين، وانا مش بس هريح اللعيبه، لا ده انا هريح نفسي انا كمان وهسيبكم تولعوا بجاز، لان انا العقد بتاعي بيقول ان انا لازم اجيب كونفدراليه. شكرا. فانا مسافر اجازه اريح، اخبطوا دماغكم في الحيط. وحطيت جوه اللعيبه روح انهزاميه جدا. اللعيبه كلها بقت نازله الملعب بروح انهزاميه، مش هنكسب، بقينا عارفين ان احنا بنلعب عشان نخسر فقط، او علشان نساعد الفرق الهابطه على الصعود. شكرا، بقينا سلم. فانا تحولت من فريق بيجيب بطولات وبينافس على البطولات وغريمه الوحيد هو النادي الاهلي، فاتنين كبار مع بعض، تحولت الى فريق الفرق الهابطه فيه بقت غريم ليا. ومش بس بقت غريم ليا، ده بقت الفرق الهابطه بتقول يا رب نقابل الزمالك علشان ناخد نقط، يا رب نقابل الزمالك عشان نصعد. احنا لو قابلنا الزمالك هناخد الكاس وش، لو الزمالك في النهائي هناخد الكاس وش منه، حتى لو احنا فريق تحت السلم هناخد الكاس من الزمالك علشان ده الزمالك. فالزمالك فقد هويته مع جوميز. ندخل بقى على جزء الإدارة. الإدارة هي اللي مسؤولة عن كل العك ده، كل العك ده. شوف انت عندك عك ايه، من اصغر حاجة لاكبر حاجة الإدارة مسؤولة عنها مسؤولية كاملة. وما اسمعش حد يقول لي لازم نقف في ظهر الإدارة. اقف انت، انا مش هقف. اقف انت، انا مش هقف. اقف في ظهر ايه؟ ايه اللي حصل؟ تعال نراجع مع بعض. داخلين في سنة ماذا فعلت إدارة نادي الزمالك لنادي الزمالك؟ هتقولي بندفع في فلوس وبندفع في ديون والأرض محروقة والأرض نسينا. أنا حافظة وممكن أسمع لك الجملتين اللي بسمعهم على طول. سيبك بقى من الأرض محروقة واركنها لي على جنب، خلينا في الأرض الجديدة دي. هتقولي بندفع في ديون، هقول لك ما انت معاك كونفدراليه، فلوس كونفدراليه، معاك فلوس كهرباء، معاك 200 مليون متبرع بيهم ممدوح عباس لوحده، مش رجال الاعمال التانيين، ممدوح عباس لوحده. هتقول لي ان احنا علينا ديون اكبر، هقول لك ماشي، اقف بقى عند النقطه دي. هل ال 12 عضو دول كلهم مسؤولين عن الجزء المادي في الموضوع؟ لا، اللي اعرفه ان اكيد هيبقى في ارتباط ما بين ايه، امين الصندوق لانه ماسك الجزء المالي، والتاني مين؟ الفيفا. خلاص، ممثل المحاكم والديون اللي علينا دي الاستاذ عمرو الادهم. 2 اهم مسؤولين، 2 من 12 عضو، من 12 عضو. اذا انا متبقي لي كام؟ متبقي لي 10 اعضاء مجلس اداره. هل ال10 اعضاء دول متدخلين في نفس الموضوع؟ هتقولي لا، طبيعي ان هم مش متدخلين، لان المنطقي، خليني اقولها لك بالبلدي كده، انا دلوقتي لو داخله شقه معفنه مطربه كلها، الطبيعي وانا داخله كده ب5 6 من اخواتي ولا صحابي هقول لهم ايه؟ هقول لهم يلا نوزع نفسنا كل واحده على اوضه وتنظفها، تمام؟ عشان ننجز ايه؟ في الوقت. لكن لو كلنا دخلنا اوضه ونظفناها وبعد كده كلنا دخلنا اوضه ثانيه ونظفناها، هنقعد 10 سنين على ما ننظف الشقه. انا ببسطها لك. اذا انا مفروض اقسم، وده المفروض الكلام اللي احنا سمعناه وده حبيناه جدا لما انتوا قلتوا احنا مقسمين وكل واحد مسؤول عن ملف. طب لو جينا دلوقتي نفلتر لك الملفات ولقينا ان ما فيهاش انجاز، هتقول لي ايه السبب؟ ارض اكتوبر كده قول لي فيها ايه السبب؟ لغايه دلوقتي ما حصلش فيها حاجه. ما حصلش فيها حاجه ليه؟ بلاش ارض اكتوبر، ارض اكتوبر وحشه يا وحشه يا اكتوبر، ما تجيش تاني. طيب الملف الاعلامي حصل فيه ايه لغايه دلوقتي؟ قناه الزمالك حصل فيها حاجه؟ لا، ما حصلش فيها اي حاجه، وكل الاعلام والقنوات عمالين بيلطشوا فينا 24 ساعه ومحدش بيرد عليهم. بلاش الملف الاعلامي، كخ يا ملف اعلامي، مش عايزين اعلام. عملت ايه في العاب الصالات؟ ما خدناش بطوله سيدات بس هي اللي جابت لنا بطوله، ليه؟ طب امشي العاب الصالات انت وحشه، خلينا نشوف على كره القدم ايه اللي حصل فيها. كره القدم جبنا 10 لعيبه في مركز واحد، ما فيش منهم الا من رحم ربي زي شحاته، الباقي كله ما يستحقش يلبس تيشيرت نادي الزمالك، تمام؟ وقلنا هنعوض في الانتقالات اللي بعدها وما اعرفش ايه، وعديناها وشدينا بلاستر. 3 نقط للاهلي في الدوري، ادينا 3، خد يا اهلي 3 نقط. ولما جينا نتكلم اصل عامر حسين هيمشي، اصل بيريرا هيتشال، اصل البنا والغندور هيتحولوا للتحقيق، اصل ما اعرفش ايه، ما حصلش اي حاجه من اللي انت قلت عليها. ما حصلش اي حاجه من اللي انت قلت عليها غير خد يا اهلي كاتو 3 نقط. الغارمين برضو لازم يساعدوا بعض، لازم يقفوا جنب بعض، والاهلي محتاج الدوري، فخد الدوري اهو اديتهولك. الفرق الهابطه بقيت اقول لهم نفسك تصعد؟ اصعد يا روح قلبي، يلا تعالى على حسي اصعد.
اخدنا كونفدراليه بس. وفوق ده كله اقرر انه انا عايزه ابيع زيزو، عايزه ابيع زيزو عشان ادفع مرتب مهاب ياسر وزياد كمال وناصر منسي وسيف جعفر والناس دي هم اولى من زيزو. فانا عايزه ابيع زيزو. محدش عنده بيع يا جماعه عشان نقفل النادي بقى خالص، عشان نقفل النادي. مدير فني ما بيجيبلكش بطولات وعايش على روح انهزاميه، والفرق الهابطه بتطلع على حسك، بتدي نقط لغريمك، ما عندكش لعيبه، اللعيبه مش عارفه قيمه التيشيرت اللي انت لابسه، والمدير الفني بيقول لك بمزاجك غصب عنك انا طالع اجازتي. الهويه بتموت. فانا اجي اقفلها بايه بقى؟ بيع زيزو. يلا عشان نبيع زيزو علشان ندفع مرتبات الاشكال دي. وكأن جمهور الزمالك هيسيبك تعمل ده في الاحلام، في الاحلام ان شاء الله، واحنا نايمين واحنا بنحلم. فانا عايز اعرف باي منطق انت مقتنع لحد دلوقتي ان انت صح كإدارة؟ باي منطق انت مقتنع ان ده مدير فني كويس والسي في بتاعه تقيل وكان محتاج مده على ما يطبق على اللعيبه، وكان محتاج مده على ما اعرفش ايه؟ لا، هو كان محتاج مده عشان يعرف اللعيبه يعني ايه يبقى عندها روح انهزاميه. ما كانش بيحصل عندي الكلام ده من ساعه ما الراجل ده جه، وانا اللعيبه بقت بتنزل الملعب عندي نازله على خساره. المكسب ده ما اسمعوش، ما بيعديش عليا، نازله على خساره. انا نازله اجيب رقم في الخساره، نازله احقق ارقام. فباي منطق انت شايف ان انت اللي بتعمله صح كاداره، وان انت سايب المدير الفني يعك، وان انت سايب اللعيبه دي عندك وما بتستغناش عنها؟ باي منطق استغنى عن اللعيب اللي عندي ودول اسيبهم؟ باي منطق؟ مجلس اداره نادي الزمالك انت لازم تقعد مع نفسك، لان دي اخر فرصه، خلاص دي اخر فرصه، مفيش فرص تاني. ومش هنقعد نقبل اعتذارات ومعلش ومعرفش ايه. فاضل لك كام يوم على القيد، فاضل لك كام يوم على القيد وانت لسه نايم، انت لسه نايم، انت لسه ما عملتش حاجه. فاضل لك كام يوم؟ صفقاتك فين؟ انت استغنيت عن الكاس. انت من الاخر قلت ان اللعيبه بتاعتي تريح ومش مهم اي حاجه يا جماعه، خلاص بطوله مش عايزها مش محتاجها، فانت تشيل الليله دي. فانت هتشيل الليله دي انت وجوميز بتاعتك بقى، شوف هتحلها لنا ازاي. ضيعت علينا بطوله، ضيعت علينا بطوله مفيش اسهل من كده، جاينا على طبق من ذهب. ضيعت علينا بطوله كان ممكن تهدي الجماهير شويه الى حد ما، مش هقول لك قوي، الى حد ما كانت ممكن تهدي الجماهير، يبقى معاك كونفدراليه ومعاك كاس. لعيبتك هتتعب فيها، لعيبتك مش هتتعب فيها، لكن انت رجحت اكبر انه لا، المدير الفني يسافر، يلا كأن خلاص الموسم خلص، سافر انت يا مدير يا فني، وسافروا انتوا يا لعيبه، روحوا الساحل اتبسطوا شويه، حتى لو انتم مريحين لا ريحوا اكتر شويه عشان انتم محتاجين تريحوا اكتر، واحنا هنريح احنا كمان من مشاكلكم كلها. طب هل مجلس اداره نادي الزمالك انت مدرك ان القيد خلاص كام يوم؟ لا انت مش مدرك، انت ناسي تقريبا. في حين انه نادي اخر خلص كل صفقاته وظبط دنيته لدرجه ان هو دلوقتي قاعد فاضي بيشرب كوبايه الشاي ولا كوبايه النسكافيه وقاعد يدور. يا جماعه كده نخوروا لي كده، يمكن يكون في لاعب ما مستخبي ما شفناهوش، هاتوه لنا هو كمان، يلا زياده الخير خيرين. واحنا ده كله لا قيد ولا صفقات ولا حتى البطوله اللي مرميه على الارض قدامنا وبتقول لنا خدني يا زمالك، رضينا ناخدها. فمجلس اداره نادي الزمالك انا مش عارفه انت بتفكر ازاي، مش عارفه انت شايف حاجه احنا مش شايفينها تماما، ما اعرفش انت بتعمل ده كله ليه. فانا عايزه انبهك انه بالنسبه لجماهير نادي الزمالك الموضوع بقى هنا، ولكن اللي هيخليه هنا فلمجرد انه يعتصل الموضوع انتهى. السوبر اللي انت اصلا عمال تقول انا عملت ده كله عشان خاطر السوبر، انا مستغني عن اي حاجه عشان خاطر السوبر اللي هو اصلا انت مش ضامنه كمدير فني. لو السوبر ما جاش